عيسى الأستاذ أحمد المخرج أحمد، نبغاك تعطينا نبذة مختصرة عن الاستديو. ما شاء الله تبارك الله. تريح وأعطيك معلومات استريح. أبو عيسى بلشناك، وهالحين نبغاك تعطينا بالمختصر عن الاستديو، عن مهمته، عن أشغاله، عن كل شيء تقوم فيه. الله يعطيك العافية. بس نابها الجاية. تفضل. فريمسات هي مؤسسة إنتاج تشمل جميع المواد الإعلامية لإنتاجها، مثل برامج التلفزيون. بس نابها الجاية نكمل. أيوة. طبعا مثل إخراج برامج تلفزيونية، مثل احتفالات، تغطية مناسبات، مثل تسجيلات. الآن عندنا استديو للصوت، تسجيل الصوت، مثل الشيلات، مثل القرآن، مثل الأحاديث وزي كذا حلقات. فالمجال مفتوح بفريمسات يغطي جميع ما يخص الإعلام. أعطنا مثال يا أبو عيسى. طبعا هنا عندك وحدة الجرافيك والمونتاج. عندنا أحد الأمثلة الشيخ عبد الله سويلم، قبل 6 شهور تقريبا سوينا 10 حلقات وما زلنا شغالين فيه لحد الآن. أيضا الاحتفالات اللي تخص المنطقة بشكل خاص نوقف، مثلا مو لازم نغطيها، ممكن بالاستشارات نساعد مثلا من احتياجهم، وش البرنامج وش هو كمساعدة نقدم المساعدة مجانا. طبعا الفائدة اللي يحتاج مثلا مثلا اللي يحتاج تغطية برا، اوكي نعطيهم مثلا، نعطيهم مبلغ يكلف كذا. اللي من عندنا ممكن نعطيه بأقل الأسعار مقارنة باللي برا. بالإضافة إلى مساعدة شخص مثلا عنده مناسبة رسمية أو تخص قبيلة بشكل خاص ويبغى يدعي أشخاص، ممكن نساعده بالبرنامج اللي ممكن ياخذ بدون ما نكون حنا متواجدين فيه. ممكن نساعده وحنا مغطين برنامج ثاني أو حفل ثاني. فهذه مجانية كدعم للمنطقة أو رابعنا بشكل. في أبو عيسى لا الله يحييك. تفضل. الاستوديو ما شاء الله، وفيه هناك تسجيل. عندك الرنن هذا أبو 12,000. الرنن هذا 12,000، هذا يعني على اساس انه ياخذ 12,000 ريال. لا نعم، على اساس ما يكون الاهتزاز كقيمه. وهذا تابع للرنن اللي هي ايضا عندك هنا الكرين، وعندك هنا الكاميرات لتصوير مثلا برنامج تلفزيوني او مثال خداع سينمائيه. نسوي خداع سينمائيه، ندخلك العالم ثاني لمحاكاه فيلم بدل ما نتعب بتنفيذ فيلم. ايضا استديو الصوت، خلينا ننتقل لاستديو الصوت. تقدرون تركبون كذبه نقدر ندخلك من هنا باي دوله، تشارك باي دوله وتجلس معهم حافلهم. الله يكفينا شر. الله خلينا نروح الاستديو. وش وانا يخوفني الموسيقى. هذه الايقاعات عشان تركيب الشيلات مثلا. عشان المنشد يمشي، يعني يمشي على اي ايقاع. طبعا ما هي موسيقى، هي تعتبر اي استديو صوت موجوده فيه عشان يمشون، بس يسمونها اللحن عشان يمشي على لحن. هذه احد الشيء المنشد يعني يمشي على لحن معين، على رتم معين. ايه طبعا هذه احد الشيلات الجديده. طبعا هذه احد الشيلات الجديده، ان شاء الله تحصلونها على قناه فريمسات قريب للمنشد بدر الضبعان. طبعا الشيله هذه من كلمات الشاعر الاعلامي عيد غانم الشراري. الشاعر عيد غانم، الاعلامي الشاعر عيد غانم الشراري. أبو عيسى، من اللي يسجل عندك؟ أكيد تسجل عندك ناس واجد ما شاء الله. الاستديو عندك خلها بس السنة الجاية. الاستديو عندك هنا ما شاء الله، ذكرني أنا حسبه ما يسجل يا أبو عيسى. أكثر ما سجل عندنا عواد الوجد، يسجل يمكن 7 أو 6 شيلات. وعندنا صالح اللغبة الشراري، وسلمان النصار مسجل جاهز الحين يا أبو عيسى؟ في واجد. مثل من؟ مثلا عندك اللي العواد مثلا، خلينا نطلع تجربة للأداء. صالح اللغبة وعواد الوجدي. تجربة أداء صالح اللغبة. ما شاء الله. هذا صالح اللغبة. قدام عواد. هذا قدام عواد. خدع اللي سويته هنا يا أبو عيسى. فيه خدع عن الإرهاب أحد البرامج، وفيها عن الوطن. أبغى أقاطعك. لأبناء القبيلة. اسمح لي إذا ما أنا تراني أفاجئك بالأسئلة مفاجأة علشان يكون لها صحيح طعم. أبناء منهم اللي الدعم. لو برنامج الصوت عندك مثلا سلمان النصار سوينا له كدعم. وعندك صالح اللغبة كدعم. أيضا فيها من عندك أنت اللي طبعا هذول دعم مجاني. ما شاء الله. هذا صوتي. وهنا خلها بس السنابة الجاية.
هنا أنا أبغى هنا مقاطع، وتراني ما سألت. أيوه هنا أحد أهم البرامج اللي سويناها بخدع، اللي أخذ جهد الصراحة، برنامج مخلد اللي رشحه للقناة بداية. ما شاء الله أنا خابره، هذا أخبره لذا من الأعمال حقته. أيوه طبعا كانت فكرة البرنامج اقترحت عليه، قلت أسوي لك فكرة ما صارت بالمملكة، إني أسوي لك استديو خيال، وفعلا الحمد لله سويت استديو تقريبا استغرق التصوير تقريبا يوم او يومين، لكن الجهد تقريبا شهر شغل، لانك تصميم جرافيك كامل من استديو خيالي كامل. خيال، ها محاكاة الخيال بالواقع. اوريك لقطات اذا ما شفتها على فيه موجود ما شاء الله، وبعض الافلام اللي احنا مسوينها. ممتاز. وله بس نبغى كثير من المقاطع عندك. طبعا هذا برنامج مخلد صورناه هنية، لا تفكرون انه بداية، اللي هو كدعم له بالبرنامج، وما شاء الله فاز بالبرنامج واهله بقوة. حسبه والله شو اسمه، حسبه مصوره ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيك العافيه انت ومخلد كلكم ما قصرتوا، الله يعطيكم العافيه. فكرته ان عده برامج طبعا كلها هنيه، كلها خيال، كلها برنامج خيالي هنيه، بس نجح والله ما شاء الله. يعني عده استديوهات ما شاء الله. وهذا برضه، وهذا طبعا لا تفكرون البدايه، هذا هنيه بعد عندنا بنفس الاستديو. الاستديو هنا نفس الاستديو هذا. ما شاء الله. ما في احد ترى، بس انا كنت عندي اللي صفق انت. لا يغرك التصفيق. موجود فرنشات. ها عطنا غيره من ما شاء الله كثير. عندك هنيه فيلم توعوي اللي بثينا بعيد وفلها، احد الافلام التوعويه يعني من اللي شارك فيها؟ عن جنودنا. تصور ايضا البرنامج هذا خلفيته هنيه، كان هنا برنامج من الخدع السينمائيه، يعتبرونه طبعا من الخدع ضمن الخدع السينمائيه، انه محاكاه ايضا هذا فيلم عن الارهاب. شوف حكينا الارهاب به، وانه لا يغرك الارهاب. طبعا دخلنا جوا مسجد، وكانت الفكره انه كله خدعه سينمائيه. طبعا وكل هذا جرافيك. شوف دخلنا المسجد بالجرافيك وطلع منه. وفيلم بعد يعني عده افلام توعويه. الفيلم هذا مع مدينة الملك فهد الطبية ومدينة الملك سعود الطبية. تشرفت اني اكون مخرج الفيلم، وفكرتي فكرة الفيلم التوعوي. اول فيلم. انت مدير قناة شمالية. يعني ايوه. محافظة طبرجة والقرى التابعة الحمد لله. ما شاء الله. تشرفت بتكليف من ادارتها ومن الاستاذ ثامر الرضيان، والصراحة انها اضافة جميلة لكون يعني نخدم المنطقة. عندك خبرة ما شاء الله. سويت تغطيات. طبعا غطينا 3 حلقات مبدئيا في محافظة طبرجة، وان شاء الله ان التغطيات جاية. هاي برنامج راح يكون لنا نصيب للمنطقة هنية، يعني للقرى التابعة بشكل. تدعم هنا ولا هي دعاية، لا قناة شمالية ولا غيرها. أنا مسوي الدعم هذا لك أنت شخصيا. تسلم. ونعرف أنها كسبت قناة شمالية، كسبت من ورانا الإعلان. والله مصلحة طبرجة الوهالية والمناطق اللي حواليها والقرى ومن زمان وانتم داعمين، وخيركم سابق، والله يكثر خيركم أبو خالد. من بداية تأسيس المنتديات وانت أول الداعمين لي أبو خالد، لما كنا نصور صور فوتوغرافية تغطيات قبل نكون بالأفلام. فكنت أول واحد يثبت مواضيعي ومهتم وداعم لي بالإعلام، وداعم لي أيضا بالكلام اللي هو. يعطيك العافية. وهذا واجب على كل واحد. يعني أنا أشرح على بعض ربعنا هذول يدعمونك، وأنا عارف إنه إن شاء الله بعضهم ما يقصر، يحاولوا إنهم يدعمون بقوة. سابك أبو عيسى خلنا. وهذا كدعم لأحد أبناء القبيلة من المجالس، من سناب المجالس، تفيد مادة إعلامية ويتعرفون عليه. يعني هذا عمل جبار وعمل ما هو بسيط.